معايا كوبايه فريك هنقعها لمده ساعه. انا هنا مستخدمه فريك الضحى، اول مره استخدمه بس نضيف جدا، استخدميه وانت مطمنه. نبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا هنا معايا معلقتين زيت، معلقه سمنه، معايا بصلايه متوسطه، قطعيها مكعبات، ابشريها، اضربيها في الكبه الاسهل ليكي. هخلص بقى كميه البصل بتاعتي واقلبها. انا معايا كبد وقوانص بتاعه الفراخ مقطعاها وغسلاها. اول ما البصل بتاعي ياخد اللون الجولد هنزل على طول بالكبد والقوانص. هشوح بس الكبد والقوانص تشويحه، وبعد كده هنزل عليها بالفريك المغسول والمنقوع. هبهر ملح وفلفل اسمر. انا مش عايزه الفريك بتاعي يستوي سوا كامل، انا هسويه 3/4 سوا عشان هيكمل بقيه التسويه بتاعته في الفراخ. هديله بقى كميه الميه بتاعته واسيبه مع نفسه ويستوي. انا ماشيه معاكي بالخطوات اللي انت برضو تقدري تعمليها في الفراخ، وهتطلع معاكي طعمها ممتاز جدا. هنا انا جبت بصلايه وطماطميه هبشرهم، عايزه تضربيهم في الكبه الاسهل ليكي برضو. هبهر ملح وفلفل اسمر. هنا انا مستخدمه فراخ بلدي. فراخ البلدي ما تزيدش عن كيلو، كيلو ونص لو انت هتحشيها فريك. هبدا ان انا بقى الطماطم والبصل اللي انا بهرتهم دول، همسك الفرخه من تحت الجلد وابدا احشيها كده. معايا الفريك بتاعي استوى، هسيبه بقى يبرد شويه وابدا ان انا هحشي تحت الجلد وهحشيها من جوه. مش هكتر كميه الفريك لان الفريك طبعا لما بيستوي بيزيد حجمه، فانا هقلل الكميه علشان لسه هيستوي مع الفرخه ما يزيدش ويخلي الفرخه تفرقع معاكي. الفراخ البلدي المحشيه فريك بتديكي شويه شوربه زي العسل. جربي الطريقه ان شاء الله هتعجبك. كمل بقى كميه الحشو بتاعتي. مش ما تنسيش ان انت ما تكبسيش الفرخه علشان الفريك لما يستوي ياخد راحته كده وما تخليش الفرخه تفرقع معاكي. انا خلصت كل كميه الفريك اللي معايا. هبدا ان انا اقفل الفرخه. نضفي بقى اي زيادات على الجلد. معايا بقى حله على النار فيها ميه كميه اللي تكفي الفراخ بتاعتك. هنزل بصلايه وطماطمايه، ورق لوري، حبهان. هبهر بقى ملح وفلفل اسمر واسيبها لما تغلي جامد. لازم تكون الميه بتغلي معاكي جامد. اول ما تلاقيها بتغلي جامد روحي ساقطه فيها الفراخ، سيبيها بقى تستوي براحتها. هتنزل معاكي شويه شوربه عسل. هطلع الفرخه اسيبها تبرد. معايا بقى معلقتين 3 سمنه، شويه زيت، هسيبهم برضو يسخنوا جامد. هبدا بقى الحمره بتاعتي الفرخه بتاعتي. هتاكلي فرخه طعمها زي العسل. ما تصعبيش حاجه على نفسك، الموضوع مش صعب. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم.